السلام عليكم البنات، نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم رشا نشرة السعادة. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم جبت لكم واحد الوصفه ان شاء الله، واحد الوصفه زوينه ومضمونه، ويعني وصفه اللي كنا كنديروها بكري، وصفه طبيعيه ديال الشعر، وحنا محتاجينها في هذا الوقت مع الحاجه الصحي، يعني نتهلاو في البنيات ديالنا وفي الشعر ديالهم، وكذلك حتى راسنا ما ننساوش، كذلك راسنا ما ننساوش. هاد الوصفه هذه طبيعيه وزوينه، وكنا كنديروها فاش كنا صغار وكيديروها لنا والدينا، وكنتبارك الله الشعر عندنا غير مسبسب، يعني كتلاقي تساقط الشعر ولا الشعر ديالو مقرد كيتقرد له ولا كيطيح له الشعر، يعني راه زوين، هذه علاج يعني زوين، ولكن خص بنادم يتابعها كما يبغي يدير الحمام ديالو، يطلعها ويخليها واحد ساعتين الشعر ديالو ولا 3 سوايع، وديك الساعه يصوبها يعني صحيه. يلا تابعوا. المهم الشعر هو هذا، نتوما كما كتشوفوا تبارك الله، شي الشعر عندها طويل وزوين، والله القسم وباغا تقطعوا دابا، غير بغيت نشاركو معكم، غير تشوفوا الشعر ديالها، ومن بعد منين يطول عاوتاني غنوريه لكم ان شاء الله. شو الشعر ديالها قوي وزوين، غير الحنه هي ما كتبغيش ديرها ليا في العشوب، وهذه على وديت هي الشعر ديالها سبحان الله العظيم خرج بحال ديالي، يعني كحل نواغ ناصح من عند سيدي ربي، لا صباغه لا والو لا حتى شي حاجه، الشعر تيخرج لها بحال خارج لينا حنا شعرنا هكاك دائما، يعني داكشي تابع غير الاصل. المهم الشعر ها نتوما كما كتشوفوا شتي كي زوين وقوي، ويعني الزغبه زوينه الخاطر. كنت نضحك معاك، ضريتك. ها نتوما شتي باش كتعرفوا الشعر الا كان العشوب وكتغديه بالعشوب وكتختخيه مزيان بالعشوب وداكشي، وعاد تاخدي تغسلي، يعني حتى الشعر تيتعود على داك العشوب وكتولي الزغبه قاصحه وزوينه، يعني ما كتقطع ما حتى شي حاجه. الشعر زوين وقوي بحال هكا، نتوما تابعوا. وكنا دابا هاد الشعر، هاد الوصفات، هاد الوصفات هادو اللي تنقول لكم كنا صغار والله القسم كيديروهم لينا والدينا، وبقاو داكشي اللي كنشوفوا والدينا كيديروهم نفس الشيء درناه لولادنا. كنت كنشدهم ملي كانوا صغار كنديرهم والله القسم، الا كنحطها بين رجليا ونبقى الشعر ديالها هاك تنشدهم الشق تنعمر هكا ونشق ليها شعرها. تبدلوش لبغيتو شعركم يبقى زوين، وهادشي اللي بغيت نشاركو معكم، يعني ديروا لبنياتكم هكا باش يبقى ليهم الشعر زوين، ويبقى ليهم هكا حتى الطول ديالو زوين، والزغبه حتى هي سميكه يعني وصحيحه وزوينه، يعني ما كيتقطعش. هادشي اللي بغيت نشاركو معكم. وندوزو للمكونات غنوريهم لكم ان شاء الله. دابا غندوزو المكونات اللي عندي فيهم الزاز، هانتوما كما كتشوفوا شتي عندي الزاز. هاد الزاز راه زوين واعر ويعني زوين الشعر، بغيتو تزيدوا الورد معاه تزيدوا، انا ما عنديش الورد موجود في الدار، ولكن انا ملي كنبغي ندير العشوب بعض المرات كندير الورد وداكشي لراسي، بعض المرات كندير انا غير هذا الزاز، هذا الزاز هذا، وكندير عاوتاني عندي القرنفل. القرنفل راه واعر للشعر، تيقوي الشعر، والزغبه عرفتي تكون لاصقه حدا الزغبه. هانتوما غتشوفوا الفرقه ديال الشعر بنتي، هانتي ما كايناش الخويه، يعني زغبه حدا زغبه. هانتوما شتي كيف هنا كيف هنا، راه دابا غتنوضوا واش داكشي باش وريتو لكم راه موسخ، يعني غادا تغسل ماشي هذا شي حاجه. دابا غادي ندق لها داكشي وغنخلطو وغنديروا لها، ومنين تغسل داكشي نوريكم عاوتاني الشعر. ها ما كاينش الخويه في الشعر ديالو، تبارك الله قوي. شتي كي داير قوي عندها الخلفه ديال الشعر ما كانت عرفتي. تبعتوا هاد الوصفه قسما بالله حتى الشعر بنياتكم يخرج غزال وزوين. انا البنيات دابا كلهم هكا داير شعرهم بحال هاد الشكل هذا. والمهم قلت لكم هنايا القرنفل، عندي القرنفل وعندي الحرمل حتى هو تيقوي الشعر. شدوا شويه د الحرمل وديروه كميشه بحال هكا ديال، شوف داكشي على حسب بنياتكم، ما يمكنش نعطيكم زعما المقدار وداكشي، نتوما على حسب بنياتكم وماماهم وداكشي. ملي كديروا خلطه هكا كثيره
وديريها لبنياتك وديريها لراسك كتجي زوينه. عندك كما قلت لكم ها نتوما تتشوفوا هذا الزاز، وعندكم القرنفل والحرمل كتخلطوهم مع بعضياتهم. شنو كديروا فيهم؟ كتدقوهم تشمشوهم هكا في الفراح وتدقوهم مزيان في المهراز ولا في شي طحانه. وديك كنا بكري كنطحنوهم حنايا غير في المهراز فين كان شي ماكينه ولا هذيك، واخا داكشي كاين يعني ما كنديروش يعني المهراز كيرجعوا للمهراز. والدينا مولفين بالمهراز وداكشي ما نكذبوش على راسنا. كندقوهم في المهراز ونصوبوهم ونغربلوهم تيوليو على حقهم وطريقهم، يعني ما فيهم حتى شي حص ولا شي حاجه. وكنشدوهم وكتخلطهم لينا مازال ماما مع الحنه وداكشي، وكنا كنديروهم تبارك الله وكديرها لنا. وليت كنديرها لبنياتي ملي كانت ماما تبارك الله باقا حيه مسكينه ديك الساعه، دابا راه ماتت مسكينه الله يرحمها وليها بالرحمه ويرحم كاع الوالدين اللي مساكن توفاو ولا هذه. وكانت كتشدنا وكديروا لنا شعرنا. وحتى انا دابا منين تربيت مع امي هكاك وكنت معاها في الدار وداكشي كتشد بنياتي وديروا ليهم وحتى انا كنديرهم. وها الشعر تبارك الله ها النتيجه ديالو. شو الشعر كي داير عليها باش نقول لكم يعني ها كنتبعهم ما كنخليهمش يبدلوا شي شامبو اللي يبدلوا. هذه انا داخله فيهم فيها كنبغي لهم الشعر يكون زوين. دابا والله القسم الا لصقاني غتقطعوا. والمهم هذا الزاز والقرنفل والحرمل كما قلت لكم، وشدي نص كاس ديال الزيت روميه وخويه فيها ونص كاس ديال الزيت بلديه وخلطهم مع بعضياتهم. ولقيتي شي طرف ديال الصابون البلدي، داك الصابون البلدي الاول خليه عليا من هادشي ديال الشاصيات. الصابون البلدي الاولاني اللي كيتباع عند العطار اللي هكا كيعطيه لك، هزي عاوتاني هكايا حفنه قد يدك وخلطيها فيه وخلطيها وضربيهم مزيان حتى بالحق تدقيهم وتغربليهم وضربيهم مزيان وطليهم للشعر ديالها. ردوا عليا في الكومونتير تشوفي الشعر، غير تبعوه واحد الشهر لبنياتكم ولا راسكم تشوفي الشعر كيفاش غادي يولي تبارك الله ما كيطيحش وما كيتقصفش، يعني علاج ليه. تابعوا معايا دابا غادي نصوبوا ليها، غندق داكشي وغنصوبوا ليها ان شاء الله وغادي نطلي لها. ومنين يتغسل الشعر غادي نوريكم النتيجه ديالو كي داير. دابا راه موسخ هانتوما وريتكم على طبيعته قسما بالله على طبيعته ما فيه حتى شي حاجه. ها كله هكذا. دابا غادي نبداو نقطعوا عليها. سخات بيه يلا درت لها الضربه الاولى ها سخات تقطعوها انت شعرات يا امي. هي بغات دير الحاجه الصحي والدراري قرعوا ودنا تحسنوا الشعر تما ينقصوا من شعراتهم. ورا تا خوك حسنت ليه قطعت ليه تاتي دابا ما كاينش الصالونات نديروا الصالون في الدار صافي. لا زوين تغير مادام راه تغير اللوك هذا ضروري عارفه دابا. ايوا المهم نديروا لهم الخاطر لوليداتنا وصافي. دابا يخلف ان شاء الله. ديما الشعر شدوه قسموه على جوج بحال هكا. ملي كتفرقوه من هنا في الوسط على جوج عاد كتبداو تاخذوا هذا النص هذا وكتبداو باللور كتقطعيها. هذا هو الاولاني. ضحكي زيدي درتي جيت معوجه معاك. صبر اللي بغى الزين يصبر تقيد ودني. يا ماما تنقصي قولي هاد الجهه ناقصه هاد الجهه تنحيدها كامل. راسي وصلت تقولي لي صافي بنتي دابا ارتاحيتي. نقول لك ارتاحي تبرد لي اللي بغيتي نقول لك انت اللي بغيتي. كتسمع ديك خش ايوا اللي بغيتي اللي بغات الزين يصبر تقلبني. يا ربي الله زين. تقادي راسك دير الكلام. وقلنا نبدلو المظهر زعما نبدلو داكشي نستغلو. عندك ودابا الخدمه ما غادي تكون ان شاء الله. وهي دابا اللي بغاتو في هذا القياس هذا درنا له خطره ما عندنا ما نديرو. جاي قطعتو لها دابا غير في الدار. دابا الكوافورات ما كاينينش وهادي حتى من بعد تصاوبوا. وخصوص في هاد العطله هذا دابا بغات تشبعوا يعني عشوب وسميتو باش ندير لها دابا ديك الخلطه. ومن بعد منين تغسلها وداك الشيء غادي نوريها لكم. تابعوا معايا. مع دابا هي عطله ومع كتقري دابا هي الدراري في المدرسه وداك الشيء. قالت اللهم ماما
نشبعو دواء وداكشي ونقطعو نيت يخفف عليه مع حسات به ولا كيتقل عليها طوال بزاف. وبغات تستغل الفرصه داكشي باش وبغيت نشارك معكم هاد الفيديو هكايا انني قطعته لها، وخصوص حتى العشوب تشوفوهم اللي كنديرهم لوليداتي، يعني كنخليو ليهم الشعر قوي وزوين وما فيه لا خويه لا حتى شي حاجه لا والو. هانتوما دابا كما كتشوفوا فاش طلقت داك العشوب اللي قلت لكم، حتى مره اخرى ان شاء الله وغادي نوري لكم التخليطه كيفاش. المهم راه مفهومه، غير غتدقوا دوك العشوب وتغربلوهم مزيان وتاخذوا ترولوهم بداك شويه ديال الصابون البلدي، عندك الحرمل وداك الزاز وسميتو والقرنفل، هادو بثلاثه كلهم زوينين، وديروا فيهم طريف ديال الصابون البلدي، كديروا بحال شي كيراتين. وهاد البنات اللي كيديروا الكيراتين راه غير كيخرجوا على الشعر ديالهم، اللهم يديروا له بحال هكا. ولا بغيتي تضيفي ليهم حتى جوج بيضات تشديهم تخلطيهم. الا عندك بلديين راه كاع خلاص، ولا عندك غير هاد البيض العادي خلطيهم فيهم، ديري ديك التخليطه مزيان وتشدي البنيته هكا وتشقي لها الشعر بحال هكا، بحال اللي درت البنت هكا شقيت لها الشعر ديالها وصوبتو لها. هو دابا قطعتو لها، شفتو دابا كي جا زوين. دابا راه نشفتو غير شويه في الششوار والشعر تتبقى عرفتي الزغبه، يعني هانتي شو كي داير، ها شو تبارك الله، يعني كيبقى قوي وماشي خفيف. والزغبه ديما يعني صحيحه، ماشي الزغبه رقيقه ولا هادي. وديما ديروه للبنيات ديالكم. ونسيت ما قلت لكم الزيت الأسرة ضروري، ديك نص كاس ديال الزيت الأسرة خلطوه فيها مع الصابون البلدي والزاز والقرنفل، هذا كنأكد عليكم، والحرمل، وشديه تلقيه الشعر ديالك. دابا بنتي انا ديما كدهن شعرها بالزيت روميه، هاد زيت الأسرة، يعني ملي كتكون في الويكاند ديالها ما خدامه ما والو، ملي كتبغي تدخل الحمام وكتغسل كدير هاد الوصفه هادي وكندير فيها الزيت روميه، كنديرها ليها وكتخليها واحد ساعتين ولا 3 سوايع هي خدامه هكا في الدار، داكشي كتقضي شي شغل صافي كتنوض كدير الدوش ديالها، كيخرج الشعر ديالها ديما هكا قوي وزوين. هانتوما شتي كيجي، ها هو واخا قطعتو له شو تبارك الله الشعر كي داير، ودغيا تيخلف حتى الطول ديالو دغيا كيخلف ودغيا كيزيد، وما كيبقاش داك التساقط الشعر. والمشطه باش كتعرفي راسك واش كيطيح ولا ما كيطيحش، كتلقاي المشطه يعني ما الشعر ما فيهاش، حتى في الحمام ما كتلقايش الشعر يعني طايح في الجسم ديالك، لاصق لك ديك بعض الشعرات هكا ملي كيكونوا في المشطه كيطيحوا وهذا كيلصقوا لك في الجسم ديالك ما كتلقايش. وديروا حتى شويه ديال زيت العود فيها. والبنات اللي كيصبغوا شعرهم ما يديروش الحنه، وبحال دابا البنات بحال دابا هكا بنياتنا ما كيديروا لا صباغه لا حتى شي حاجه لا والو، ماشي مشكل، تقدر تزيد حتى 2 عواشق ديال الحنه، ولكن ديال الشعر ماشي ديال اللي كنقشوا بها، ديال الشعر. تقولي للعطار عطيني الحنه ديال الشعر، ولا جيبيها وراق ودقيها على يدك وصوبيها البنات. كتسطح تبارك الله. كاين وكاين الشمس. رجعوا للحاجه الطبيعيه، راه ما كاينش بحال الحاجه الطبيعيه. مهما كنديروا شامبوان الا بغيتو تشلوا به شعركم ما تبقاوش تشدوا شامبوان ديريكت وتجي ديريه للشعر وتبقاي تغسلي البنيته هكا به شعرك، لا، دائما ديريه في شي طويصه وزيدي فيه شويه د الماء تطرغيه بحال هكا عاد تشلي به الشعر ديالك. ودائما داك الغسول د الحجره، انا الغسول د الحجره دابا باش كتشوفوا الشعر ديال بناتي بحال هكذايا، الغسول د الشعر واخا كندير لها العشوب وندير لها هادي، عاوتاني كنكون خلطه الغسول د الحجره وهادوك العشوب بيناتهم وفيهم بزاف د الاعشاب، كنشدهم كنطبخهم مزيان وكنصفيهم وكنسقي بهم داك الغسول وكنطليه لها الشعر ديالها. وكتاخذ تتحمم. هي دابا غسلات وخرج لها الشعر تبارك الله غزال، يعني شفتو غير بشي شوار هكذايا في الدار يعني وكيبقى زوين. وديما هاد الوصفه هادي تبعوها راه غادي تلقاو عليها نتيجه زوينه، ويعني داك تساقط الشعر كتمنعو، وداك يعني كيولي الشعر مقرد وهذا حتى هو كتمنعو. ونتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم ونال الاعجاب ديالكم، وكنتو بغيتو يعني التخليطه مزيان كيفاش نبينها لكم هذه كتبوا لي في الكومونتير وقولوا لي ونشدها كاع ندقها ونصوبها على يديا قدامكم ونخلطها ونوريها لكم. يعني الشعر البنيات راه هكا داير. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوناش من التعليقات وبلي لايك. والسلام عليكم، تبارك الله عليكم، الله يخلي لكم وليداتكم نتوما، وحاولوا انكم تغتنموا الفرصه مع هذا الحجر الصحي، يعني تهلاو في وليداتكم وتهلاو في راسكم. يلا السلام عليكم.